احمد حلمي، محمد هنيدي، محمد سعد، هاني رمزي، ابطال صنعوا جزء كبير من ذكرياتنا وده مفيش شك فيه. لو جبنا 4 افلام لكل نجم منهم وحطيناهم جنب بعض وسالتك مين نجوم الافلام دي هتقول اساميهم من غير ما تفكر. بس لو بعدنا الكادر شويه صغيرين هتلاقي شخص تاني كان موجود تقريبا في كل فيلم من افلامهم. هو عمره ما كان بطل الافيش اللي ظاهر اول واحد فيه، لكن ده ما يمنعش ان الناس ساعات كانت بتدخل الافلام علشان هو موجود فيها. حسن حسني، فهل فعلا كان مجرد ممثل دور تاني ولا كان عنصر اساسي في نجاح جيل كامل من نجوم الكوميديا؟ والسؤال الاهم، ايه اللي كان هيحصل للسينما المصريه لو حسن حسني ما كانش موجود اصلا؟ في الفيديو ده مش هقولك حكايه حسن حسني من اول ما اتولد لحد ما توفاه الله، ومستحيل اقولك افلامه كلها لانه تقريبا شارك في اكتر من 500 عمل. النهارده جاي اكلمك في كام عمل بنحبهم ليه، وهنشوف تاثيره على الافلام دي. هل فعلا تاثيره كان كبير على الفيلم ولا لو اتشال مش هيحصل حاجه؟ تعالى نبدا بالفيلم الايقوني الليمبي. الليمبي شاب بسيط جدا بس شخصيه عبقريه. الشخصيه دي هتكملها شخصيه تانية هيدوك جرعه عاليه جدا من العبث الخام اللي هتشوفه كمان شويه. والليمبي كمان غلبان، يعني ماشي بكارنيه مش ببطاقه. هو ده كارنيه ايه يا ليمبي؟ كارنيه مركز شباب نادي الحبانيه. امشي يا عم، امشي، روح بيتكم يا بس. هو الراجل اللي بيعزف هناك ده عم بخ، هاتهولي. هو الكادر ده الحجرين من غيرك ولا يسوى. الاتنين دول جنب بعض انسى تضحك بس. لما بخ بيعزف على الكمان للليمبي، بص كده ملامح الليمبي، بص الجامب كاتس اللي بتحصل هنا. عم بخ بيعزف حلو، يعني الميوزك اللي انت سامعها دي ده عزف حقيقي مش ترول. بس هو بص وشه مكرمش ازاي، فده دليل على انه مش فاهم اللي بيتعزف، مش حبه. هنلاقي حسن حسني حط ايده على بقه علشان كان بيضحك وانت عمرك ما اخدت بالك. الكادر ده فيه نص كوميديا السينما وقتها، عبس الدنيا كلها. هتلاقي الليمبي بيطرد عم بخ بس من بيته، لا مش من بيت الليمبي. بس اوعى الكام مشهد دول ينسوك عزب ومختار. بالذات الحته دي بتموتني ضحك. الحاله عزبوا عم بخ ومفيش في العزا غير عم بخ والليمبي. فعم بخ بياخد القهوه بتاعته وبيقعد، ولما بيعيط بنبدا نحزن عليه. الميوزك الحزينه تبدا تشتغل وتبدا تتاثر، فتلاقي مره واحده بتعيط ليه؟ القهوه ساده مر. الافيه ده مش طبيعي، بيفكرني بالافيه ده. مالك يا عم لابس كت ليه يا ابني؟ الليمبي لما عمل هو وامه مشروع العجل في شرم الشيخ وفشل ورجعوا تاني، عم بخ بيقعد مع ام الليمبي. هو هنا قاعد جنبها علشان يواسيها، بس هو نيته الحقيقيه انه عاوز ياخد منها فلوس علشان يدفع الايجار. السكر والضغط والعب بس مش عارف يجيبها لها ازاي. ما يشوفهاش راجعه بالمراره. ولما جد خالص اداها واحده. يلا فداكي اللي راح. المهم ان انا محتاج ايجار الشهر. خالته فرنسا بتشبشب له. وخلي بالك هو يمكن في اوقات يبقى ما بيحسش، بس لما يلاقي الدنيا جت على الليمبي هيروح يواسيه ويطلع له الحل السحري. الكراسه الصفراء. الكراسه الصفراء. هو يبان غلبان وكل حاجه، بس هو في الحقيقه نمس منمر على خالته فرنسا ام الليمبي من بدري، وبيروح يطلب ايدها. وفرنسا ما صدقت، بص وشها وهي داخله بالشربات. وعلى فكره هو مش بيتخابس ولا حاجه، ده بيجيبها له في وشه. امك حلوه قوي. لما الليمبي بيتجوز وبيعمل فرحه هتلاقيه بص كده عامل لي زوم، هتلاقيه مبسوط وفرحان له من قلبه. مستحيل الوش ده يكون بيحور ولا بيرسم ابتسامه مزيفه. شايف الحوارات اللي عاملها دي كلها ما ظهرش غير في 5 6 مشاهد في الفيلم من اوله لاخره. 3/4 هم ضحك الفيلم كله، والربع الاخير اللي جاب بيه الحل للليمبي اللي مبني عليه نص الفيلم التاني. فانت متخيل الراجل ده مؤثر قد ايه؟ انسالي عم بخ خالص، علشان داخلين على واحد رايق روقان مش طبيعي. الحاج صابر عارف ابو ميدو بيعمل حوارات في الشغل بتاعه، فبيولعها بين الرجاله اللي في القهوه لحد ما بيقوموا ويكسروا عظم بعض. صاحب القهوه يا معلم ما سكتش، فجاب ابو ميدو علشان يدفع ثمن التلفيات. ابو ميدو اصلا جضان ومش مش طايق نفسه، باع ابنه حرفيا. ايه ده؟ طلب تنازل عن ميدو. اللي عدى ده كوم واللي جاي كوم تاني خالص، وانا مش هعلق على المشهد ده، هسيبك تشوفه انت. اسف يا بابا. انت بتسخطني في كتفي، عاوز تخرم كتفي. مش عارف ايه دي، يعني ايه دي والله. بس لو دخلنا جوه دماغه هنلاقي انه بيضرب ميدو بس مش طايله بايده. ايه ده، انا بعمل رايمات جاي لك يا ابو الانوار. لا والمرض ده متورث لعياله كمان. طب روح. سفاح افيهات، بيموت على الافيه، ما بيسيبش افيه حتى لو ضعيف. يعني هنا مثلا ميدو فجر الكمبيوتر في المعهد بتاعه، فجه الراجل قال له بكام التلفزيون؟ ده ب 750 جنيه. وابو ميدو ساله ليه؟ كام بوصه؟ فالراجل بيرد عليه يقول له 14 بوصه. هنا بقى في افيه بسيط. الافيه بتاع 750 على 14 بوصه يبقى فيها رقم وبعدها يقول له لا ده انتوا اسعاركم غاليه قوي. بس هنا في مشكله، ده ناتج اسم 750 على 14، فاكيد يعني هو مش هيقول له 750 على 14 فيها الرقم ده كله
علشان كده تايمنج الافيه هيبوظ، ده لو عرف يقوله اصلا. بس شايف ازمه الافيه دي عرف يحلها النمس، نظراته هتضحك عليه. من هنا بدا الافيه، دي نظره تفكير، فانت من هنا هتفهم انه بيحسب 750 على 14 فيها الكام، والنظره دي بقى بتكون نظره ادراك. قال يعني هو عرف الناتج واستغرب جدا من سعره، فالافيه يطلع كامل بالشكل ده. 450 على 14 بوصه تبقى البوصه واقفه. لا اسعاركم غاليه قوي. هو حرفيا ذكي جدا في الافيهات، بس على فكره في الاذكى والاخبث كمان اللي بالي بالك لك. بص، من اول مشهد تشوفه فيه تحس ان في حاجه غلط، ملامحه مش مريحه. هتلاقي المشهد شغال هنا وهو واقف ورا، رياكشناته مش مريحاك، تحس ان الراجل ده وراه حاجه. فبالفعل بنعرف انه بيتفق مع راجل شمال علشان يهرب مسجون من عنده، من غيره الفيلم بيبقى بايخ جدا. زي ما قلنا في فيديو غبي منه فيه اللي حضرتك ما شفتوش، فروح شوفه دلوقتي بعد الفيديو ده. الراجل ده سنيد مش طبيعي. سلطان يعمل الحركه من دول وتلاقيه فجاه اداك واحده. يعني رميت الفلوس وما رميتش المطوه؟ يا ريتك ما شغلت مخك. هتلاقي دايما في نمط معين بيحصل طول الفيلم. دبش بيخطط ويفهم سلطان على اللي هيحصل، يجي وقت العمليه ويبداوا بالفعل، هتلاقي على طول سلطان بيعمل اغبى حاجه في الدنيا ويبوظ العمليه، فيديك الرياكشن ده. كنت انا فين والزفت ده جاني منين؟ دبش يخطط ويفهم سلطان اللي هيحصل، يجي وقت العمليه ويبداوا بالفعل، هتلاقي على طول سلطان بيعمل اغبى حاجه في الدنيا ويبوظ العمليه، ومن هنا يجي الرياكشن بتاعه. هموت يا نار يا ناس، الله يخرب بيتك. هيا ولو هكمل مش هنخلص. كل ده بيخليك تضحك وتبني جواك احساس ان يا ترى المره الجايه هيحصل ايه، فده مش بيخليك تزهق خالص. اول ما سلطان بيسيب الشغل مع دبش علشان خلاص دبش جد منه ومن غبائه، من هنا هتحس ان الريتم الفيلم بقى ممل، مع ان الاحداث لسه حلوه وشيقه على فكره، بس انت من هنا هتحس ان الربع الاخير مش حلو زي اللي قبله. كل ده بسبب وجود شخصيه عصبيه زي عم دبش مع شخصيه عبثيه وغبيه زي سلطان. فاضل قد ايه على الكيلو 270؟ طب ممكن قبليها بس كده بيجي 8 سم تبقى تقول لي هموت يا نار. عايزه بخيل، موجود. فيلم ميدو مشاكل. عايزه خبيث، موجود. فيلم اللي بالي بالك. عايزه راجل طيب وعلى نياته، موجود. فيلم الليمبي. عايزه عصبي، موجود. فيلم غبي منه فيه. عايزه راجل عبثي كده ورايق وبيضحك، موجود ولا ايه؟ لا موجود عادي. فيلم انا يا خالتي. تيمور من كتر ما الكونتر باص تقيل بينزله من البلكونه وبيسيب ابوه ينزله له بالحبل وبينزل ياخده منه من تحت. هو الراجل شغال ترزي حريمي، فبيجي له زباين في البيت، فعلشان ينزل لتيمور الكونتر باص من البلكونه ساب الزبونه جوه في البيت، فافتكرها وهو بينزل له الكونتر باص فسابه. بص كده تيمور وابوه واقفين قدام التسريحه، هتلاقي حاجه مش ناس كتير لاحظتها. شايف ورا دي صوره ام تيمور، تيمور طالع شبهها بالملي. ابوه بقى كان بيحن لها جامد والشوق قتله، خليك فاكر ده. ابو تيمور طالع تنك قوي وفاتح صدره بطريقه، فتحت الصدر دي كلها بقى على الفاضي، هيدخل يتضرب عادي جدا. شخصيته ذكيه جدا، دايما هتلاقيه بيحن لام تيمور، هتلاقيه بيلبس تيمور البدله القديمه اللي كان بيلبسها لما كان بيروح لام تيمور. فتفتكر لما تيمور نفسه يقلب واحده ست هيعمل ايه؟ هيفضل يلف ويلف علشان يتجوزها. طلعت له امله قد البرص، مش مهم هو عايزها. نزلت من السماء، مالكش ده، عايزها هو. اتحبست، مش مهم، هيتجوزها وهي في السجن. نفسه عزيزه قوي. لما اهل نوال يتهموهم بالسرقه مش هينام اليوم ده. اصحى سيبتهوفي، انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. بابا اعمل ايه؟ انا نايم حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ انا مش حرامي يا تيمور، انا مش حرامي، مش حرامي، انا عايز انام ابوي، انا مش حرامي. خلي بالك هو جواه مراهق وبيبان جدا في فيلم احلام الفتى الطايش، هيتصرف بطريقه ما علشان يوصل لجارتهم علشان عينه عليها. بيجري زي العيال الصغيره ازاي لما بيسيب لها جوال. الحبيب بيطلع كاتب ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس. طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس ولا هتقفل جودة عليها ب100 ترباس؟ هنا بقى لما ابنه دخل عليه وهو بيكون عامل نفسه نايم. طفل يا جدعان والله. الهيبه دي كلها اتهزت علشان الست اللي عاجباه. لبس ابنه في جوازه ومصايب وبلاوي، ارمي لك نفسي من فوق السفره عشان ترتاح. كل ده علشان يمارس مراهقته. عارف يعمل الدور صح. حسن حسني شخصيه عظيمه، فعلا فنان موهوب. فتعالى نتكلم شويه عن الشخص ده بعيدا عن اعماله. لو سالتني ايه اللي غيره حسن حسني في السينما المصريه، او بشكل اوضح ايه اللي هيتغير لو ما كانش موجود، هقول لك انا هخليك تجاوب على السؤال ده بنفسك. ازاي؟ تخيل الليمبي من غير عم بخ، تخيل سلطان من غير عم دبش، تخيل تيمور من غير شفيق انا اسف ده، تخيل تيمور من غير ابوه، تخيل ميدو مشاكل من غير ابوه، تخيل السينما المصريه من غير حسن حسني. لو جبت كل الافلام اللي حسن حسني شارك فيها وتخيلتها من غيره، هتحس انها ما كانتش هتكون زي دلوقتي، ناقصها كتير جدا. طب هقول لك على حاجه احلى كتير. في المستقبل لما تيجي تتفرج على اي فيلم فيه حسن حسني، جرب تركز على المشاهد اللي بيظهر فيها، وفي الاخر بعد ما تخلص الفيلم تخيل الفيلم ده من غير المشاهد اللي ظهر فيها، هتحس انك مش حابب ده اصلا، مش متقبله. حسن حسني ما كانش مجرد نجم بيشارك في الاعمال كدور تاني، ده كان اضافه عظيمه لاي عمل شارك فيه من ساعه ما توفاه الله، وطبعا كلنا
كلنا عايزين ندعي له بالرحمه. السينما والافلام اللي بنشوفها ما بقاش ليها اي طعم. انا نفسي بطلق عليه لقب عسل السينما المصريه، وبحبه حب شخصي بعيدا عن اي حاجه، ما عندهوش قبول، لان القبول هو اللي عنده حسن حسني. بص بقى على الديسكربشن.